غليان في نادي الزمالك بسبب محمود عبد المنعم كهربا حب انه ينتقم من نادي الزمالك، وانتقامه جه في توقيت حاسم. كهربا قرر انه مش هيدفع الفلوس لنادي الزمالك، حتى لو هيتوقف مش هدفع الفلوس، يعني مش هدفع الفلوس. محمود عبد المنعم كهربا والنادي الاهلي وفروا فلوس الغرامه وجهزوها، لكن المفاجاه المدويه ان هم قرروا ان هم مش هيدفعوا الفلوس لنادي الزمالك الا بعد انتهاء موسم الصفقات. طب ما هو كهربا هيتوقف كهربا مفيش مشكله، ما هو الايقاف هيجي في مده 6 شهور لحين سداد الغرامه، وكده كده الدوري خلاص انتهى، وكده كده كهربا هياخد ايقاف من الدوري المصري يعني 6-7 مباريات، ده في حاله تخفيض العقوبه اللي هي 12 مباراه. يعني حتى لو الدوري ابتدى كهربا مش هيكون مع النادي الاهلي في بدايه الموسم، وده مخلي كهربا ريلاكس ومخلي النادي الاهلي ريلاكس. يا كهربا احنا مش هندفع الفلوس، ولما يجي الايقاف يبقى ندفع الفلوس في التوقيت اللي احنا شايفينه فيه مصلحه للنادي الاهلي ويضر بمصلحه نادي الزمالك. وده خلى فيه غليان داخل القلعه البيضاء، نادينا الحبيب اللي يعني في ازمه ماليه طاحنه، وكان بيعتمد وبصوره كبيره على فلوس غرامه كهربا عشان يقدر انه يسد غراماته وعشان يقدر يجيب صفقات ويبدا انه يدعم الفريق. لكن المفاجاه هنا ان كهربا بينتقم من المستشار مرتضى منصور وبينتقم من نادي الزمالك وبيحاول انه يعكنن على الزملكاويه. طيب موقف كهربا هيكون ايه في حاله عدم دفع الفلوس؟ كهربا زي ما قلنا هيتوقف، وزي ما قلت لك الايقاف هيكون مربوط بدفع الغرامه، يعني في حاله دفع الغرامه بيتشال الايقاف وكأن شيء لم يكن، ويبدا كهربا يلعب عادي وطبيعي. لكن حصلت حاجه مفاجاه كمان النهارده، الكابتن احمد شوبير بيطلب من إدارة نادي الزمالك وبالتحديد من المستشار مرتضى منصور، يعني من مصلحتكم ان انتوا توافقوا على تقسيط الغرامة. نعم، ايوه، الكابتن احمد شوبير بيطلب من اداره نادي الزمالك ان هي يكون عندها حنكه اداريه وان هم يقروا الموقف صح، لان زي ما قلت لك كهربا مش هيدفع الفلوس. يعني اعرضوا انتم على كهربا ان هو يقسط الغرامه. الزمالك رفض انه يقسط غرامه كهربا، وطلع المستشار مرتضى منصور من قبل وقال انه اتحبس عشان رفض انه يقسط غرامه كهربا. لكن الدنيا دلوقتي غير الدنيا زمان، الدنيا دلوقتي الزمالك مزنوق في ازمه ماليه طاحنه، والدنيا دلوقتي كهربا هو اللي في موقف قوه. عشان كده الكابتن احمد شوبير بيستغل الموقف وبيطلب من اداره نادي الزمالك ان هي اللي تطلب من كهربا ان هو يقسط الغرامه. يا ترى المستشار مرتضى منصور هيوافق على حاجه زي كده؟ يا ترى الزملكاويه يرضوا من كهربا بعد كل اللي عمله وكميه الاستفزازات اللي عملها جمهور نادي الزمالك، وبعد المصطلح صح هيقبلوا من ان هو يقسط الغرامه؟ انا عن نفسي ارفض الموضوع. يعني الزمالك ما يجيبش صفقات، الزمالك يبقى عنده أزمة مالية طاحنة، الزمالك الموسم الجاي يبقى كارثي، لكن كرامة نادي الزمالك ما تتهزش اكتر من كده. وعلى ما اعتقد ان المستشار مرتضى منصور هيرفض ده شكلا وموضوعا. وطلع الكابتن خالد الغندور ورد على الكابتن احمد شوبير وقال له الكابتن احمد شوبير مع كامل احترامي ليك، انت كنت ضد اي لاعب هارب زي الكابتن الحضري وزي يعني لعيبه زي كلوبالي مثلا اللي هرب من النادي الاهلي وكنت بتهاجمهم، دلوقتي بتحاول تبرر لكهربا. طيب كهربا اللي عمل كميه الاستفزازات زي ما قلت لجمهور نادي الزمالك، انت تقبل ان جمهور الزمالك يقبل ان كهربا يقسط الغرامه؟ وليه موقفك بيتغير يا كابتن احمد، وخصوصا ان انت شغال في قناه المفروض ان هي محايده وشغال في الراديو المفروض ان هو محايد، وده مش قناه فئويه مش ملك للنادي الاهلي؟ وبعدين سيادتك بتطلب بصفتك ايه، كاعلامي ام كوالد للاعب في النادي الاهلي؟ هنا الكابتن خالد الغندور اول
اول مره احس انه بيدافع عن نادي الزمالك بالعقل وبالمنطق، اول مره احس انه بيتكلم كلام موزون. هو ده اللي احنا كنا محتاجينه، ان اللي يتكلم عاقل راسي، ما يقدرش يشتم ويسب ويغلط في الناس. عشان تاخد حقك لازم تكون هادي. اتمنى من المستشار مرتضى منصور ومن قناة نادي الزمالك ان هم ما يستفزوش بالموضوع، ويبقى ردود الفعل تودي الزمالك في داهية. ده موقف كهربا وموقف نادي الزمالك. طب بالنسبة بقى للقاء الزمالك والنصر السعودي بطولة كاس الملك سلمان، يعني ماتش يعني ضرب نار، ما نقدرش نقول غير كده. انا كزملكاوي قلقان ومرعوب من اللقاء، قلقان ان النتيجه تكون كارثيه، وخصوصا من بعد تصريحات المدير الفني لنادي الزمالك اللي قال انا هقابل فريق قوي جدا، فريق بيمتلك نجوم كل انديه العالم تتمناها، هنواجه الدون وساديو ماني وعندنا ليله كبيره قوي. يعني حسيت منه بروح الانهزامية من قبل المباراة ما بتبدأ، لكن سيد نيمار قدر انه يبعت الامل من جديد لجمهور نادي الزمالك لما قال احنا الزمالك فريق كبير نقابل اي حد. صحيح كريستيانو رونالدو لعيب روعة ولعيب عظيم، لكن الزمالك هو افضل فريق في افريقيا. وسعت شويه بس مش مشكله، الزمالك افضل فريق في افريقيا، والزمالك قادر انه يتخطى العقبه، وخصوصا ان احنا اتغلبنا من الشباب بضربه جزاء يعني من وحي الخيال، واحنا قادرين ان احنا نحقق الانتصار على النصر، وان احنا هنوصل، وان احنا هنسعى ان احنا نسعد جمهور نادي الزمالك. والله يسلم لسانك يا ابني، تلعب كويس تلعب وحش تبقى راجل في الملعب، المهم ان انت عندك قلب، والمباراة دي محتاجة فعلا قلب، لانك لو نازل قدام النصر السعودي وانت خايف منه ومرعوب وشايف ان انت هتشيل نتيجة تقيلة هتتغلب وبسكور هيكون كارثي. انما لما تثق في امكانياتك وتثق في قدراتك على الاقل هتعمل مباراة محترمة. ولنا في دولة المغرب الشقيقة مثل وقدوة، دولة المغرب او منتخب المغرب في كاس العالم في قطر، لما كل كان بيأمل ان المنتخب العربي يعمل مباراة الى حد ما نقول عليها مباراة جيدة، لكن المنتخب المغربي وثق في قدراته ووثق في امكانياته ووثق انه يقدر يحقق الانجاز والاعجاز، وان احنا 11 لاعب هنقابل 11 لاعب، نجتهد ونعمل اللي علينا وبعد كده النتيجة بتاعت ربنا. عشان كده ربنا كرم المغرب وخلاها تبقى رابع كاس العالم. عشان كده رسالتي لكل لعيبه نادي الزمالك، انت بتلعب في نادي كبير، نادي عظيم، نادي له تاريخه وله بطولاته، نادي الكل بيحترمه وبيقدره. كن عارف ان التيشيرت ده مرعب لاي حد، انت تاريخك اقوى من النصر السعودي. صحيح فريق النصر بيمتلك لعيبه عظيمه، لكن انت كمان تقدر باسمك وبجمهورك اللي هيكون وراك ان انت تحقق المفاجاه وتفوز على النصر. اتمناها زملكاويه بمشيئه الله تعالى، وان شاء الله نطلع نحتفل مع بعض بفوز الزمالك على النصر السعودي. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، ونتقابل مع بعض على خير بمشيئه الله تعالى.